صورنا بقى بسرعه كده. تعالى بس تعالى استنى. صورنا الصوره. مع احترامي للإعلام والإعلاميين، الإعلاميين اللي بجد اللي بيقدموا محتويات هادفة للناس، لكن الإعلام المضلل اللي بيجيب شخصيات ما يعلم بها إلا ربنا، شخصيات بدأت حياتها في فيديوهاتها إن هي تبع الجنس الثالث، وبعد كده بدأت تصدر لنا الهبل والعبط إن هو ده المحتوى الجيد اللي بيتقدم. يوم واحدة إعلامية زي سالي مطر تجيب البني ادم ده وتستضيفه عندها، مش بس كده، في كواليس البرنامج يحضن ويبوس ويهزر معاها وعادي جدا مفيش مشاكل. انت المفروض بعد اللي عملتيه ما تبقيش اعلاميه بعد الفيديوهات اللي ظهرت للناس ديت والفيديوهات اللي الواد نزلها على حسابه. انت ازاي اعلاميه وتقبلي على نفسك اللي بيتعمل ده؟ انا من مكاني ده بطلب بوقف اللي اسمها اعلاميه سالي مطر. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ والله حرام عليكم، اتقوا الله، دمرتوا الشباب، دمرتوا الشباب الصغير اللي طالع لما يبقى ده هو القدوه ليهم، اللي يطلع ويحضن ويبوس في المذيعات عادي جدا مفيش مشكله. حرام عليكم اتقوا الله شويه في الاجيال اللي ضيعتوها.